مش هتصدقوا مدرب اوكلاند سيتي بيتقدم بشكوى رسميه للنادي الاهلي في الفيفا وبيطالب باعاده مباراته مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. يا جدعان الراجل ناوي على الشر، هتتصدموا لما تعرفوا ايه هو السبب اللي بيخليه يشتكي النادي الاهلي للفيفا. هقول لكم عليه دلوقتي، بس في البدايه لو انت اول مره تشوفني ما تنساش تابعني واعمل لايكات كتير واكسبلور اكتر عشان الفيديو يوصل لكل الناس. طبعا زي ما كلنا تابعنا النادي الاهلي خلى لعيبه اوكلاند سيتي بالمدير الفني بتاعهم قفاهم يقمر عيش. يا جدعان دعكوهم 3-0 اداء ونتيجه ورا اروع. الناس كلها مبسوطه وكله بيحتفل، وبيجي مدرب اوكلاند سيتي بيعتن علينا يا جدعان وتقدم بشكوى رسميه للفيفا بيطالب فيها باعاده المباراه. والناس كلها استغربت وعايزين يعرفوا ايه السبب. ولما الفيفا بقى الجواب واستفسر ايه السبب ان انت عايز تعيد المباراه، قال لهم اللاعب اللي عمل اسيست في الهدف الثالث اللاعب ده موقوف، ازاي يكون بيلعب؟ ده عليه غرامه لنادي الزمالك. انا المستشار كلمني وقال لي ازاي اللاعب ده بيلعب يا جدعان وكمان بيعمل اسيست يجي منه جون؟ لا لا لا، الماتش لازم